تركيا. هذا المشهد ليس أمام إحدى السفارات ولا في قطاع غزة، إنه أمام ملعب لكرة السلة في تركيا، حيث مشاهد القتل والعنف التي تمارس على الشعب الفلسطيني لم تعد تطاق. ولأن التضامن ليس بالمواقف السياسية، قررت الجماهير الرياضية التركية استقبال لاعبي فريق بني هاشارون الإسرائيلي على طريقتها الخاصة. وفي التفاصيل وقبيل المباراة المرتقبة بين فريقي تيليكوم أنقرة التركي وبني هاشارون الإسرائيلي، تجمع مئات الغاضبين من الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وهتفوا بصوت واحد: قتل قتل. الشرطة التركية لم تستطع تهدئة الجماهير، فهرب لاعبو الفريق الإسرائيلي إلى غرف الملابس بعدما نالوا قسطا كبيرا من الأحذية وقداحات السجائر وزجاجات المياه. وذكر تلفزيون سكاي ترك أن الأشياء التي قذفتها الجماهير تقدر بالمئات، وقد أصابت بعض اللاعبين، ما دفع بهؤلاء إلى الهرب إلى غرف تغيير الملابس. الجماهير التركية لقنت الإسرائيليين درسا في فنون الاستقبال الرياضي ردا على المجازر بحق الفلسطينيين، فيما الجماهير الإسرائيلية في المقلب الآخر عاشت رعبا وخسارة. فحكم المباراة احتسب نتيجة المباراة فوزا لصالح الفريق التركي، لأن الفريق الإسرائيلي رفض دخول الملعب من شدة الخوف الذي انتابه. بعد الموقف الشهير للاعب المصري محمد أبو تريكة والجمهور التركي الغاضب، اللاعب الإسباني فريدريك كانوتي مدافعا عن فلسطين ضد إسرائيل، إلا أن لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني قررت توقيع كانوتي على عقوبة رمزية بقيمة 3000 يورو. فلنتابع ما قام به كانوتي. فريدريك كانوتي، حين يلفظ هذا الاسم نتذكر النجم المالي الدولي الشهير في فريق إشبيليا، كونه أحد أبرز الهدافين في الدوري الإسباني. كانوتي الذي صعقته صور أطفال غزة وأنين الأمهات ووجع الأرض والتراب وصمت ذوي الكربة، تحدى العقوبات الدولية وماضى متخذا لنفسه موقفا. كانوتي سجل هدفا في مرمى ديبورتيفو ضمن كأس إسبانيا، ثم فاجأ الجميع حين رفع قميصه الأبيض ليظهر قميص أسود حدادا، وقد كتب عليه بالعربية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية والصينية كلمة فلسطين. كانوتي الذي اعتنق الإسلام قبل سنوات كان يعلم بأنه سيتلقى عقوبة لاستخدام الرياضة لإبداء موقف سياسي، لكنه تابع خطوته عن سابق تصور وتصميم غير عابئ بالنتائج. 700 قتيل لم يؤثروا في قادة العرب، إلا أن تعبير كانوتي شكل قيمة أعلى من جميع المبادرات ومشاريع القرارات الدولية.